مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة استثنائية مع مولانا آية الله أكبر معرجاني، ونستقبل تفسير أحلامكم التي سيجيب عليها. أهلا وسهلا بك مولانا. بدأ يحلم هو. أهلا. لقد رأيت المهدي في هذه الهنيهات، رأيت المهدي وهو يقول أبلغ هذا المذيع السلام، وقل له نعم أنت، وقل له طاب السمر طاب يا أحباب من بعد 27. ذكر اسمك، قال عبد الرحمن وأنت يحيى. لحظة، لا صحح الاسم. الحمد لله، قدس الله سره. ويقول نحن حلقتنا هي عن الأحلام وتفسير الأحلام. احلم وقل ما في رأسك تجدنا نفسر لك سع ما في نفسك، كما جاء في الهد، كتاب الهد، وهو كتاب معروف عن الأحلام. دا حلمنا طول عمرنا، حسين يضمنا كلنا. البعض بيحلم انه جالس له في دكان، والبعض بيحلم انه جالس له في طنان. دا حلمنا طول عمرنا، الحسين ضمنا كلنا. قدس الله سره. مولانا، سنستقبل في هذه الأثناء، اكتب الرقم على أساس سيظهر الآن الرقم للمشاهدين الكرام لمن لديه أحلام سيجيب عليها مولانا. هل تعرف أحلام؟ ماشي، الأحلام تقصد؟ نعم الأحلام. الأحلام، نعم. سنستقبل أولا متصلين. أهلا ومرحبا. الو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدي وعيني. من أين أنت يا أخي؟ من اليمن. حياك الله، ماذا تريد؟ الله يحييك. تفضل. سيدي وعيني. نعم. حلمت بالمهدي. حلمت بالمهدي؟ كيف يعني؟ حلمت انه جاء بالسوق. ايوه. محمل دبيه. المهدي المنتظر. هذا طويل كذا شقح. وماذا؟ فوق ظهره دبيه. ايوه. ومعاه كيس مشاطات يبيع مشاط. يا حمار، هذا المشاط. أنت لم تحلم بالمهدي ولا حتى ربع المهدي. إن النور يقفز من وجهه، النور يقفز من وجهه. يقفز. الصلعة حقه أنها تكز نورا. هذا لأنه مع النظارة. أيوة، هو نفسها النظارة حق الزعيم، يقال أنها لزعيم اليمن. يعني أنه مهدي المشاط. مهدي المشاط، نعم، وليس المهدي المنتظر. هذا في اليمن مجانين يحلمون لك أحلام مش على مستواهم. البعض، أنا أذكر العام الأول أن أحدهم اتصل لي وقال حلم بالمهدي، وقلت له ليس المهدي، إنه مهدي مقولة، أنا أعرفه. طلع مهدي مقولة، نعم. وهذا يحلم أن المهدي عندهم، وتقريبا سيقول لك أنه يحكم اليمن. مهدي المشاط معروف، هذا حشرة المجتمع سماه، والنور يكز من صلعته، صلعة، نعم، أو من النظارة. تفضل. المتصل الآخر. أهلا ومرحبا. حلمت إني مخزن في جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف حلمت؟ هذا لا يتقن اللحن. كيف هي؟ حلمت إني مخزن في جهنم مع سيدي حسين الدوب المعسي وشلد. وهي قصة كبيرة ستتحقق. حسين بدر الدين الحوثي هذا زامل علي. حلمت اني مخزن في جهنم مع سيدي حسين البدرهاني. يحاولون ان يشوهوا بسمعتنا، ولكن اللحن منها انا.
تفضل. أحدهم يقول مولانا لقد رأيت المهدي ماذا يقول؟ يبشرك بمليون دولار. لا. بس ما نشتري فندر حالك اصبر. ممكن هاي تكلمه. مولانا سريع اشتي حاسب الناس. مش موجود في الحلم هذا. نقل للحلم الثاني. لو انت زدت صبرت شويه. تفضل. متصل آخر. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا ومرحبا بك. يا سيدي تفضل. تذكر حق البؤساء؟ أغنية البؤساء. يا سلام. ممكن تشغلوا له أغنية البؤساء؟ حلمت حلما في زمان ما كان عندها مستحيلا بحب من دون هذه أول من اخترعت هذا البرنامج أنا. البؤساء. حلمت حلما في زمان، هذا كما تقول في الأغنية وهي رائعة جدا. أحدهم يسأل يقول أنه انقلب بسيارته. نعم. رأى في المنام أنه انقلب بسيارته فتحطم وتكسرت أضلاعه وتدمر تدميرا كاملا. هذا دليل على أنه لا يخرج الخمس. خمسة يعني يستحق. خمسة. خمسة. يلا خمسة. أيوه. هذا لأنه إذا لم يخرج الخمس سيتفجر أزغانه وأمغاءه، كما جاء في علي أكبر شابح زغني أنه كان إذا أخرج الخمس لا يحلم هذه الأحلام. نعم. هل لدينا متصل آخر؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم سيدي وعيني؟ يسمع. تفضل. شوف يا سيدي. نعم. أنا حلمت حلم. تفضل. حلمت يا سيدي إني أنا المهدي المنتظر. يا سلام. والنور عن بيشع من وجهي شع. يا سلام. قول يا سيدي. هذا يدل على أنك ستكون من الأئمة، ستكون صاحب شأن كبير، ستكون من أفضل الناس وأطهرهم وأعلمهم. لحظة، هل أنت من آل البيت؟ لا يا سيدي، لا مو من آل البيت. أنت في النار. أنت في النار. ستكون هذا الحلم دمار عليك وعلى أسرتك. سيرجمونك بالحجارة حتى تمتهج ويرجمونك بالسمارة حتى تلتقج. فهذه الأحلام ليست على قدرك، هذه أضغاث أحلام يا الخسيس. تفضل. شتمته. لكنه يحلم أحلاما لا يجوز. هو مجرد لا يجوز أن يحلم شخص غير آل البيت بأنه نور وأنه المهدي. اتق الله. أو أن يأتي متصل يقول حلمت بالرسول وهو ليس من آل البيت. على أي أساس؟ أنت يجوز لك. يجوز لي أن أحلمه كمشتيني. أحلمها الآن. مولانا غلطت في الحلم. حلمت في مضرابة وقال ضغط كف خلى لك الله. الحمد لله والشكر سلمنا الله. أنا أدخل أي حلم على فكرة، أسترشكع 3 أحلام في نخس في نفس اللحظة. في نفس اللحظة. هذا يسمى الحلم المثلث. فهذه حلقة اليوم تدل على أن الأحلام أي حلم يأتيك من وأنت في حال فيجب عليك أن تخرج الخمس. من رأى العسل في المنام؟ فهو أنه سيلتقي بآل البيت. من رأى البيض؟ البيض أي بيض؟ أي بيض. من رأى البيض فكأنما باضت زوجته ولدا أبيضا ويموت بعد شهران. اتصال. الو يا سيدي. أهلا وسهلا. حلمت حلم آخر. تفضل. حلمت يا سيدي إنك بتكذب وإنك دجال ونصاب. عليك
هذا حلم من الشيطان وأنت هذه حقيقة وليس حلم يا لا أنت والله أنك بتتساير لك معاه. يبدو أنها حقيقة. لا والله كذب، هذا حلم يا من كثر ما يرى كذبك ربما بيظنه حلم. من حلم في المنام جزرا فكأنما اشترى ملوخية. نعم. إذن ليس كما ينظر الإنسان في المنام. ليس كما هو. من رأى ماء في المنام فكأنما فهو سيضيع في الصحراء. من رأى الشمس وهي تشرق فهو سيتفاجأ بنور أحد أئمة آل البيت. الشمس هي الإمام. هي الإمام. أيوة. والقمر الإمامة زوجته. حفظك الله مولانا. والنجوم أبنائهم الأئمة. احنا وأنتم كلنا آل البيت نجوم. الكواكب من رأى الكواكب فقد رأى الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر. زادك الله علما. من رأى صبوحا دافيا فهو ينام بغير عشاء. نعم. نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أرسلوا تفسيراتكم وأحلامكم إلى الواتس الذي سيظهر تبع مولانا. من رأى أنه بدون أيدي فهو النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. من ذي جاء قال لي يحلم انه بغير ايدي؟ أشكركم على حسن من المتابعة. رأى أنه ملون فهو سيقرق إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم مولانا. من رأى أنه بكهرباء فهو بدون كهرباء. حياك الله، أنت تفسر تضحكني. أنت تأتي من رأى أنه يضحك في المنام فهو سيبكي ثاني يوم بحادث. حفظك الله مولانا، وشكرا لهذه العلم وهذا الإجابات المقنعة والعلم المستفيض. نصل وإياكم إلى ختام البرنامج في أمان مولانا. نختم ونصل إلى ختام البرنامج في أمان الله.